بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده معاكم في فيديو مهم جدا 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 لطلاب سنة أولى وسنة تانية وسنة تالتة ثانوي. الأسبوع اللي فات كان فيه اجتماع مهم جدا للمجموعة اللي بتعمل امتحانات الثانوية بشكل عام، الامتحانات بشكل عام سواء أولى أو تانية أو تالتة. تمام. في تعديلات بقى مهمة جدا حصلت في الامتحانات بتاع الفرنساوي، في تعديلات مهمة يا ريت الكل يعرفها، ونحاول ننشر الفيديو عند اصحابنا في الجروبات المختلفة عشان خاطر يعرفوا ايه التعديلات الجديدة اللي حصلت دي. وهي تعديلات حلوة جدا، انا متأكد انها هتسعدكم جدا جدا. ده غير ان اساسا الفرنساوي بيساعدنا لوحده، يعني دي حاجة معروفة. اول حاجة نمسك الامتحان جزء جزء. الوثيقة في الاول. الوثيقة أكبر مشكلة كانت بتقابل الطلبة في الوثيقة، لما تسأل أي طالب أو بعض الطلبة ما بيبقاش، أو نقول مثلا نص الطلبة بتقابلهم المشكلة دي، إيه هي؟ يقول لي مثلا أنا بخاف أغلط في السؤال اللي هو الوثيقة بتكون إيه؟ الوثيقة بتكون نص، ما بعرفش أفرق بين النص والخطاب والقطعة والإيميل فاهمين إزاي؟ السؤال ده مع إنه هو كان كويس ما فيهوش مشكلة، ولكن بعض الطلبة كانت تعاني منه. عايز أقول إن السؤال ده اتلغى تماما. السؤال ده النقطة دي مش ممكن حد يفهم يقول لك الوثيقة اتلغت، لا أنا بتكلم على السؤال ده اتلغى، يعني ممنوع إن يجي سؤال يقول الوثيقة دي بتكون إيه؟ ننساه. انتهى تمام خلاص، كل سنة وأنت طيب. السؤال ده ما ينفعش يجي. السؤال اللي ممكن يكون بديل ليه الوثيقة بتتكلم عن إيه؟ وبتتكلم عن إيه على فكرة؟ بتبقى باينة من العنوان بتاع الوثيقة بتتكلم عن إيه؟ مثلا الوثيقة بتتكلم عن تقديم النفس، خلاص هتلاقي تقديم نفس في الوثيقه وهتلاقيه في الاختيارات. بتتكلم مثلا عن الرياضه، عن مثلا خط السير بالنسبه لسنه ثانيه، يبقى هو استبدل هذا السؤال بين الوثيقه بتكون ايه بسؤال مختلف. الوثيقه بتتكلم عن ايه وكلمه بتتكلم عن ايه باينه جدا في الوثيقه، بتبقى باينه، يا اما موجوده واضحه جدا في العنوان، يا اما انت بتستنتجها من خلال الكلام انها وثيقه خاصه بالرياضه، وثيقه خاصه بالحي السكني، بالحاجات دي يعني. يبقى دي اول نقطه حلوه جدا ومفرحه جدا، يا ريت اللي فرح منها يكتب كومنت حتى يعرفني انه فرح يعني منها. ده النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان لازم يعني الاسئله بتاعت الوثيقه تكون مباشره من الوثيقه. سؤال واحد بس ممكن يحتاج فكر، سؤال واحد بس يعني الواحد يفكر فيه شويه، انما باقي الاسئله الوثيقه لازم تكون مباشره، والطالب لازم يستخرجها واضحه من الوثيقه، ما تكونش قابله كده للشك وان يبقى في مثلا حد يغلط فيها وطالب لا ويقول لا خلاص. يبقى اسئله مباشره. يبقى اول حاجه نقول تاني تعديلات الوثيقه، اول حاجه الغاء السؤال الوثيقه بتكون ايه، شكل الوثيقه ايه، ملغي. يستبدل بايه؟ ممكن ومش لازم يستبدل كمان، ممكن يتلغي وخلاص ما يجيش بداله. ولو حد عايز يجيب حاجه يبقى يقول الوثيقه بتتكلم عن ايه، الفكره بتاعت الوثيقه ايه. غير كده الاسئله بعد كده مثلا في سنه اولى وثانيه 4 اسئله، يبقى السؤال الثاني والثالث لازم يكونوا مباشرين جدا من الوثيقه، لازم. وافتكروا الكلام ده الامتحان الترم اللي جاي ان شاء الله. انما السؤال الاخير بيبقى فيه تفكير شويه، تفكير شويه. حلو جدا. نروح بعد كده للمواقف. يبقى كده الحمد لله الوثيقه 100 100. نروح للمواقف. المواقف اولا خلاص 5، مفيش حاجه اسمها 4، 5 سواء اولى او ثانيه ابو 5. اكبر مشكله بتجيب للطالب ايه؟ اكبر مشكله افتكر معايا في المواقف، يقول لك انا ما بعرفش عايز سؤال ولا اجابه. اطمن، في قرار رسمي ان الاسئله الاختيارات كلها لازم تكون يا كلها اسئله يا كلها اجابات، يعني اوتوماتيك الاختيارات هتوضح لك. انت الطالب كانت مشكلته ما بيعرفش هي عايز سؤال ولا اجابه، عشان بيجي له سؤال واجابه فممكن يختار سؤال وهو عايز اجابه. لا خلاص دلوقتي هتدخل الاختيارات تلاقيهم كلهم اسئله او كلهم اجابات، يبقى انت هتعرف من خلال الاختيارات هو عايز سؤال ولا اجابه. يبقى دي مشكله المواقف اتحلت. طيب بالنسبه للقواعد، القرار ايه بقى في القواعد؟ القرار في القواعد ان الاختيارات تكون حاجه واحده برضه. يعني ايه؟ يعني مثلا ما يجيلكش مثلا في زمن الامر لسنه تانية. زمن الامر لو تفتكر لو مركز انا مديك حل سحري في الامر سهل جدا، بس حل السحري ده بيستخدم لو الافعال كلها حاجه واحده. لازم في الاختيارات يجيلك حاجه واحده، ما ينفعش يجيلك فعلين، فعل بمعنى وفعل بمعنى، خلاص اتلغى. الحروف جر لازم كلهم حروف جر، مش هيدخل حروف جر مع ادوات معرفه. يبقى دي نقطة مهمة جدا في القواعد، ان هو يخلي لك الاختيارات كلها حاجة واحدة عشان ما يلخبطكش بحاجات تانية. فدي حتة سهلة جدا. نروح الايميل. الايميل
اصبح سؤالين بدل ثلاثه، ريحك من سؤال منهم، اصبح سؤالين بس، والغاء السؤال بتاع وي ونو. يعني مش هيسالك بوي ونو، انت مثلا بتحب كذا وي، ليه؟ لان احنا دايما كنا بنعاني من مشكله الطالب عايز يقول نو. طب ما لو قال نو يبقى مش هيجاوب على التاني، خلاص لغى السؤال بتاع وي ونو ده، يبقى انت عندك سؤالين بالظبط. سؤالين بالظبط، الاسئله المتوقعه ان شاء الله هنقولهم باذن الله في ليله الامتحان، هتلاقيهم موجودين ان شاء الله. وبالنسبه للموضوع هيجيب لك عنصرين انت هتتكلم عنهم وخلاص، عنصرين. مثلا في سنه اولى ممكن يقول لك كاركتير، اج. ممكن يقول لك في سنه ثانيه مثلا ديكرير، عن وصف الحال الساكن. ديكرير يعني اوصفه، يوجد في ايه، يعني عنصرين بس هتكلم فيهم في جمل عادي. حوالي 20 كلمه سنه اولى، من 15 ل 20، و 25 ل 30 كلمه سنه ثانيه. يعتبر الموضوع ما فيهوش تغيير كتير. يبقى دي حاجات حبيت ابشركم بيها لانها يا دوبك لسه نازله. يعني ايه، عشان يعني انا عارف انها تسعد طلبه كتير ان شاء الله، وربنا يوفقكم باذن الله. واي اخبار حلوه ان شاء الله اكون معاكم دايما. السلام عليكم.